فمباشرة بعد الجمع العام العادي اليوم 10 أغسطس 25 انطلق فريق العمل عبر مجموعة من اللجان مكونة من أعضاء المكتب المديري، أطر الشركة وكذا الأطر التقنية والإدارية لجمعية كل حسب اختصاصاته. وبالتالي قد كلل هذا الانسجام بإنجاح مجموعة من الاستحقاقات أبرزها البدء في عملية إعادة توثيق الوعاء العقاري لبناء أكاديمية الجمعية. ثانيا استرجاع المقصف وهو لوكلو. ثالثا انهاء مشكل الضرائب والضمان الاجتماعي اللي يمتد لعقود. رابعا انهاء مشكل الضرائب والضمان الاجتماعي رابعا حل كافة النزاعات الرياضية و80% من النزاعات المدنية سيفيل. هادو هما جوج ديال لي كابيني اللي خدمنا معاهم واللي داروا هما تقييم ديال شنو اللي كاين ديجا، ومن بعد درنا تقييم ديال لا فالور اللي غادي تدخل بها الجمعيه في الشركه. هما هادو لي دو كابيني اللي خدمنا معاهم. هذه هي لا ريبارتيسيون دو كابيتال دو لا سوسيتي ماس اس ا اليوم، يعني 98.79% ديال لي زاكسيون ديال ماس اس ا اليوم كتملكهم الجمعيه، وغادي يولي عندنا راس مال الشركه ديال الماس غادي يطلع ل 200 مليون درهم. المكتب المسير ديال الجمعيه اليوم وبالتشاور معنا ومع السيد الرئيس اليوم اللي بغى يستثمر مرحبا به، الباب محلوله. لا سول كونديسيون هي انه يحط مينيموم 3 مليون ديال درهم. ماشي اي واحد جا غادي نقولوا ليه اوكي، لان الاكسيونير برينسيبال اليوم راه هو الجمعيه المكتب، وغادي نعطيو التفويض للسيد الرئيس باش يتاكد انه الناس اللي باغيين ينفيستيو هما في المصلحه وغادي يجيو لمصلحه المارك. قلنا لا مارك ديال الماسك كتسوى 71 مليون ديال الدرهم. جبنا الكابيني قال لنا كيفاش غادي نحسبوها، هما لي كريتير اللي كناخذوا، ولكن كيفاش غادي نعطيوها غيرمون من الجمعيه للشركه، اسكو فا دوني كونكريتمون. دونك داك 71 مليون ديال الدرهم غادي تجي اترافير لا بروغاسيون ديال لا كونفونسيون اللي كاينه بين الشركه والجمعيه. نهار غادي يدخلوا لي انفستيسور ويدار لوغمونطاسيون دو كابيتال غادي تسنى لا بروغاسيون ديال لا كونفونسيون دو 10 ans كي ريبريزونت chez nous 71 millions de dirhams. هاد ال 25 مليون و 30 الف درهم اللي كتكلم عليهم سي ان انسيان كونت كورون ديال الرئيس الجمعيه الجامعي واللي ما بقاش اليوم اكسيونير، دونك ولات مقيده كومين. ديكور الوغ السؤال ديالك هي واش يقدر يدخل بها اكسيونير ولا لا؟ اللي كيقرر شكون هما لي زاكسيونير اللي غادي يدخلوا. اننا اليوم حنا غادي نعطيو تفويض للمكتب وللرئيس، هو اللي غادي يقرر شكون اللي غادي يدخل ولا لا. دونك واش السؤال ديالك واش الا قرر السي اسماعيل وجا دار طلب باش داك 25 مليون ديال درهم تدخل في 119 واش غادي نقبلوها ولا لا؟ واش هذا هو السؤال؟ في لي كونت ديال الشركه مقيده اليوم كان كونت كورون، ولكن بما انه ما بقاش اليوم مارونير ولا انه كاين 25 مليون و 30 الف درهم لي صالير اسماعيل الجامعي. واش هذا السيد هذا السيد لاعب قانون ولا 11 ديال السنتيف يعني يخلصوا هاد الناس هادو؟ اذا الا بغى قانونيا ديالهم ديالو تحاسبوا معاه 11 مليار اللي خلاه. راه لوديت راه وإلا كان قانونيا خصنا ندعيوه يخلصنا 11 مليار اللي خلاه ونعطيو 25 اللي بغى. هذا هو القانون. قلتي لي حنا هذه كلات اون دات وماشي شغلنا كيخص الطرف الاخر اللي يجي يطلبها باش تكون في العلم ديال الجميع. هو انه هذه واحد 2-3 سيمين صيفط لنا السي اسماعيل الجامعي اون ميزون دومور الشركه، قال لنا في لا ميزون دومور انه بما انكم رجعتوا الارض من الشركه للجمعيه اذا حيدتوا لا فالور من الشركه للجمعيه، كنطالبكم ترجعوا لي 25 مليون ديال الدرهم ديالي. شكون في ديال الجميع؟ دونك هو راه كيطالب بها اليوم. دونك دابا نصوتوا قبل ما نصوتوا على المقترحات ناخذوا توصيه ونرجعوا بقرار حنا من هذا الجمع العام وصافي. اش مسألة هذا الشيء هذا؟ وديك الساعات هذاك 25 مليون درهم اللي هي دات راه كاين كما قال السي عمر والاخوان، كاينه هناك اوديت اللي دارت محاسبه نتبعوها، ولا كان هذا السيد كيسلت اكثر ياخذوا هادشي اللي كاين. دابا عافاك غير بوغ ريزومي، الله يخليكم بوغ ريزومي. انا اللي فهمت من اللي تقال دابا المقترح هو اننا نقولوا اننا كنعطيو التفويض للسيد الرئيس انه يدخل لي نوفو زاكسيونير من غير هاد لاكسيونير. Sauf, exactement. Donc il ne peut pas convertir les 25 millions. Non. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il réclame à nouveau les 25 millions, غادي نمشيو باللا رابور دوديت ديالنا وغادي ندعيوه على لا جيستيون. تصويت على بان صاحب 25 مليون درهم ما يدخلش اكسيونير. دونك تصويت بالاجماع على التوصيه هذه اللي غادي ندرجوها في محضر الجمع العام وغادي نكونوا سالينا. غادي ندوزوا للتصويت بالتفويض السيد الرئيس بانه يدخل المساهمين اللي كيشوفهم. هنا نقطه اخرى هي الموافقه على الاقتراحات اللي جا بها السي عمر بالنسبه للبريزونطاسيون بان رفع راس المال الشركه ل 200 مليون ديال الدرهم. دونك بالاجماع